رحب بكل متابعيني واخواتي في كل مكان، يا رب دايما تكونوا في احسن حال. قبل ما نبدا طبعا حلقتنا حبايب يوسف في كل مكان، ما تنساش طبعا اللايك والفولو عشان تشوف كل جديد مع اخوك وحبيبك يوسف اللي دايما بيسعى ان هو يجيب لك كل الاحداث الرياضيه المهمه في الساحه المحليه وحتى في الساحه الاوروبيه. طبعا يا جماعه شغل الشاغل لجمهور النادي الاهلي في الوقت الحالي وسام ابو علي. وسام ابو علي هيمشي ولا مش هيمشي؟ هيقعد ولا مش عارف هيقعد؟ فدربكه. وبصراحه بيني وبينك وسام ابو علي يا جماعه قولا واحدا مهاجم بسم الله ما شاء الله عليه، الله اكبر، تنين مرعب لاي خصم يا جماعه. سجل هاتريك في بورتو. انت متخيل؟ مهاجم مرعب بكل المقاييس. انت متخيل؟ يعني الاهلي جابه يعني بلقمة عيش وحته جبنه زي ما بيقولوا بصراحه. وسام ابو علي جاله عرض مرعب جدا يتخطى ال 12 مليون دولار من نيوم السعودي. الفريق السعودي اللي هو عايز ينافس في السنين الجايه، عايز ينافس الاتحاد والهلال والشباب السعودي والنصر السعودي، عايز ينافس. فبيسعى ان هو يعمل فرقه تقيله زي ما كان ان هو بيسعى في وقت من الاوقات ان هو عايز يتعاقد مع زيزو. حاليا مقدم عرض لوسام ابو علي يتخطى ال 12 مليون دولار، يعني 700 مليون جنيه مصري. انت متخيل؟ عرض مرعب يعني يستحق ان النادي الاهلي انه يفكر فيه. بس الاهلي يعني عايز يوصل لعرض ال 15 مليون دولار حتى هذه اللحظه لحد ما بكلمك كده، عشان ما حدش يضحك عليك ويقول لك ان وسام ابو علي ما جالوش عرض. لا، وسام ابو علي جاله عرض فعلا، ولو ما مشيش السنه دي هيمشي السنه الجايه عشان نكون واضحين مع بعض. ولازم الاهلي حتى لو وسام ابو علي مشي، الاهلي عنده فرصه ان هو يجيب بدل راس حربه 2 و3 بالمبلغ الكبير ده. فهنستنى ونشوف وسام ابو علي هيمشي ولا مش هيمشي. بس انا بقول لك من دلوقتي وسام ابو علي صعب يقعد، ان ايامه بقت معدوده في النادي الاهلي خاصه بعد العروض القويه جدا اللي هتبدا تجي له وسام ابو علي. حتى لو ما راحش اليوم هتبدا تجي له عروض بعد كده ناريه، بالذات ان هو مهاجم قوي وتنين بسم الله ما شاء الله عليه. طبعا ربنا يحفظه. ده بالنسبه لوسام. بالنسبه لصفقات النادي الاهلي اللي خلاص النادي الاهلي خلاص بدا يحط ايده عليها، والاهلي بدا يفكر بالفعل في تدعيم هذا المركز، خاصة يا جماعة ان وسام ابو علي زي ما بقول لك هتجيله عروض. فالاهلي دخل فعلا في فلسطيني اخر بالفعل بيلعب في الدوري البولندي، هو اسد الحملاوي. مهاجم جيد يا جماعه، شفت له كذا مباراه، هداف، لعب كويس جدا رغم ان هو بيلعب في فريق في الدرجه الثانيه وفريق يعني مش منافسين يعني في التوب في الدوري البولندي.